فيلمنا النهاردة بيبدأ بمركب في نص البحر، وعلى المركب دي بنشوف العميل السري فان اللي بيبقى في مهمة رسمية، وبتظهر سفينة حربية وبتمنع المركب من دخول المنطقة وإلا هتهاجمها. فبيمشي المركب وبيسيب فان اللي بيبقى متعلق في السفينة من غير ما حد يشوفه، وبتوصل السفينة الحربية لمكان كبير لحقول بترول. وقتها فان بيستخدم الخطاف وبيتعلق في الجدار وبيمشي عليه، وبيطلع فوق محطة البترول وبيشوف البروفيسور صانع الأسلحة وهو بيتكلم عن الكاميرا اللي هو صنعها. بيسمعه وهو بيقول لواحد من العصابة إن الكاميرا دي خطيرة جدا ومهمة قوي، وبيفضل فان يصور الكاميرا وكل اللي بيحصل، وبيقرب أكتر منهم عشان يسمع هما بيتكلموا عن إيه. لكن البروفيسور بيشوفه وبيطلب من العربيات إنهم يمسكوه، وساعتها فان بيتعلق في الخطاف وبيجري منهم وبيحاول يهرب، وبيخرج زيت من الكشافات وبيوقع العربيات اللي بتجري وراه. لكن العربيات اللي بتطارده بتبقى كتير قوي، فبيستخدم الرشاش بتاعه وبيوقع براميل البترول عليهم وبيفرقعها باستخدام القنابل اللي بتدمر المكان. وبيجري فان بسرعة وبينط في المحيط وبيتحول لمركب علشان يهرب، لكن بتفضل السفن الحربية بتطارده وبتضرب عليه نار وبتقدر تفجره. لكن فان بيبقى لسه عايش، وكمان بيتحول لغواصة وبيخرج ال4 كاوتشات بتوعه علشان يقنعهم انه خلاص غرق ومات. وبنروح بعدها الماطم اللي بيستخدم الخطاف بتاعه وبيسحب عربية بايظة علشان يوديها صيانة، وبنعرف من كلام العربية البايظة ان بنزين كسب كاس البستون 3 مرات. وبيفرح ماطم وبيجري على القرية لما بيعرف ان بنزين رجع من السباق الاخير، وبيروح يسلم عليه وبيبقى فرحان جدا علشان شافه. فبياخدوا بنزين وبيروح للمتحف بتاع الدوك اللي بيبقى موجود في القرية بتاعتهم، وبيوريله كاس البستون اللي اتغير اسمه وسموه على اسم الدوك. وبيقول له ماطم ان لو كان الدوك لسه عايش كان هيبقى فخور قوي. وبعدها بياخد ماطم بنزين وبيروح لعربية نقل كبيرة وبيزمروا ويخدوها، فبتتقلب العربية على ظهرها وبيضحكوا وبيكونوا مبسوطين. وبالليل بيروح بنزين يتعشى مع سالي في الفندق بتاعها اللي رجع يشتغل تاني، ورجعت العربيات تجيله من كل مكان زي زمان. ووقتها ماطم بيبقى جوه الفندق وبيسمع في الأخبار قصة العربية جيربوكس اللي كان في رحلة حول العالم، وفي الرحلة دي بيكتشف وقود مستخلص من مواد طبيعية غير مضرة للبيئة. ومن ساعتها هو مكرس كل حياته علشان يثبت قوة الوقود الجديد، وبيعمل سباق بيبقى فيه كل المتسابقين المشهورين. وبيقول جيربوكس للمذيع إن البنزين غالي جدا على عكس الوقود الجديد، وبيعرفوا إن في السباق بتاعه كل المتسابقين هيستخدموا الوقود بتاعه. وبيتصل بيهم فرانسيسكو اللي بيبقى مشارك في سباق الوقود الجديد، وبيتريق على بنزين علشان مش مشارك في السباق، وبيقول للمذيع إن هو أسرع من بنزين بكتير. فبيكلموا ماطم في التليفون وبيقول له إن بنزين أحسن سيارة سباق في العالم وأكيد هيكسبوا بسهولة. فبيتريق فرانسيسكو عليه وبيقول إن بنزين خايف يشارك في السباق ده لأنه أكيد هيخسر. وبيدخل بنزين وسالي الفندق وبيشوفوا ماطم وهو بيكلم فرانسيسكو، فبياخد التليفون منه وبيكلم فرانسيسكو اللي بيستفزه وبيعصبه، وبيقول له بنزين إنه هيشارك في السباق علشان هو أسرع منه بكتير وأكيد هيكسبه بكل سهولة. فبيفرح جيربوكس والمذيع وكل أهل القرية لأن بنزين هيشارك في السباق ده، وبتطلب سالي من بنزين إنه ياخد ماطم معاه لأنه ما خرجش من القرية قبل كده. فبيفرح ماطم أخيرا لأنه هيروح مع بنزين سباق من سباقاته، وبيغير بنزين شكله وبيستعد للسباق، وبيركب الطيارة مع ماطم وعربيات تانية علشان يسافروا لطوكيو. ولما بيوصلوا بيبقى ماطم سعيد جدا ومنبهر بالمدينة وجمال المدينة. وبعد كده بيروحوا المكان الحفلة اللي بتتجمع فيها كل سيارات السباق، وبيطلب بنزين من ماطم إنه يتصرف كويس علشان دلوقتي هو مش في نبع رادياتير. لكن ماطم ما بيفهمش هو يقصد إيه وبيتصرف على طبيعته، وبيروح يتكلم مع فرانسيسكو اللي بيتريق على بنزين، وبيرحب جيربوكس بكل الجمهور وبيشكر المتسابقين اللي شاركوا في السباق بتاعه. وفي الحفلة بنشوف فان واللي بيقابل هولي اللي بنعرف إن هي كمان عميلة سرية، وبيركبوا الأسانسير وبيطلعوا لفوق، وبتقول هولي لفان إنهم لسه ما يعرفوش الكاميرا اللي هم صوروها بتعمل إيه، وبتعرفوا إن الأقمار الصناعية اكتشفت إن محطة البترول هو اللي كان فيها موجود تحتها أكبر مخزن بترول في العالم. وبتقول له كمان إنهم هيقابلوا عميل سري في الحفلة قادر يصور العربية المسؤولة عن إدارة حقول البترول. وبنروح لماطم اللي بيبقى بيتمشى في المكان وبيجرب الأكل الياباني، وفي الوقت ده بيبقى جيربوكس بيرحب ببنزين وبيشكره إن هو هيشارك في السباق. وفجأة بيجي ماطم وهو بيصرخ وبيشرب من المية لأن السوشي كان حراق جدا عليه، وبينصح كل اللي في الحفلة إنهم ما ياكلوش منه. فبيضحك عليه فرانسيسكو وكل المتسابقين، وبيبقى بنزين متضايق من تصرفات ماطم اللي بيسرب زيت من غير ما يحس، وده بيبقى معناه إنه عربية قديمة وكمان بايظة. فبيطلب منه بنزين إنه يروح يعمل صيانة، وبيعتذر لجيربوكس على اللي حصل. وبيروح ماطم للحمام اللي بيبقى كل معداته متطورة،
وبيستغرب لأن دي أول مرة ليه بره نبع الرادياتير، وبيدخل عربية قديمة للحمام وبتغير شكلها، وبيطلع إن هو العميل السري اللي معاه الصور، وبيبعت إشارة لهولي اللي بتعرف مكانه وبتروح علشان تقابله. وفجأة بيدخل عربيتين من العصابة جوه الحمام وبيهاجموا العميل السري وبيضربوه، وقبل ما يقتلوه بيخرج ماطم من الحمام وبيعطلهم وينصحهم ما يدخلوش الحمام ده. فبيستغل العميل السري الفرصة وبيزرع في ظهر ماطم جهاز تعقب اللي موجود عليه الصور، وبيخرج ماطم من الحمام وبيقابل هولي اللي بتفتكر ان هو العميل السري، وبتروح تسأله عن كلمة السر. والمفاجأة ان ماطم بيبقى عارف الإجابة، فبتتأكد هولي ان ماطم هو العميل السري وبتتفق معاه يتقابلوا بكرة في حلبة السباق. وبيبقى ماطم فاكر ان هولي معجبة بيه مش اكتر، اما العميل السري بتبقى العصابة مسكته وحطت له الوقود الجديد. وبيجي البروفيسور وبيقول ان الوقود ده لما يتعرض لأشعة كهرومغناطيسية بينفجر، وبيوري له الكاميرا اللي هو اخترعها واللي بتخرج أشعة كهرومغناطيسية، وبيوري له كل صور العربيات اللي موجودة في الحفلة. وبيعرف من العميل ان ماطم هو اللي معاه الجهاز اللي عليه الصور، فبيشغلوا الكاميرا على اعلى مستوى من الاشعاع وبيفجروه. وبنروح للمعلقين اللي بيعرفونا على مراحل السباق واللي هتتكون من 3 جولات، وكل جولة هتبقى في حلبة غير التانية. الأولى هتبقى في اليابان، والتانية في إيطاليا، والتالتة في بريطانيا. وبيبدأ السباق بين كل المتسابقين اللي بينطلقوا بأقصى سرعة، وبنشوف فرانسيسكو وبنزين وهم بيعدوا المتسابقين وبيبقوا في المراكز الأولى. وبنروح لفان وهولي اللي بيبقوا مستغربين وجود ماطم في محطة الصيانة. وبنرجع للسباق وبنشوف بنزين وهو بيجري بسرعة علشان يعدي من فرانسيسكو اللي بيبقى في المركز الأول، وبيقول له ماطم في السماعة يخرج من الطريق ويفرمل على التراب. وفعلا بنزين بيعمل كده، بيفرمل على التراب وبيعدي من فرانسيسكو وبيبقى في المركز الأول. وبيوصل المتسابقين للأسفلت وبيجري فرانسيسكو بسرعة علشان يحصل بنزين. وبنشوف 2 من أفراد العصابة وهم بيشغلوا الكاميرا اللي بتخرج شعاع وبتفجر المتسابقين، وبالصدفة بيشوفوا ماطم في محطة الصيانة فبيروحوا علشان يقتلوه. وساعتها بيجي إنذار لهولي إن في عربيات متجهة ناحية ماطم، فبيطلب فان منها تكلمه وتخرجه من المحطة. وبيروح فان علشان ينقذه، وفجأة ماطم بيسمع صوت هولي وهي بتكلمه في السماعة وبتطلب منه يخرج من المحطة. بيسألها ماطم يخرج من أي طريق علشان يروح يقابلها. في الوقت ده بنزين بيبقى في المركز الأول وبيفهم إن ماطم بيكلمه وبيخرج من الطريق زي ما بيقوله، فبيستغل فرانسيسكو الفرصة وبيعدي من بنزين وبيبقى في المركز الأول. وبيخرج ماطم من محطة الصيانة علشان يروح يقابل هولي اللي بتبقى بتكلمه في السماعة عن العصابة، وهو ما بيبقاش فاهم أي حاجة. وبيستخدم فان الرشاش وبيضرب العربيات وبيقدر يهزمهم. وبنرجع تاني البنزين اللي بيبقى بيجري بسرعة وبيحاول يعدي من فرانسيسكو، لكن بيوصلوا لخط النهاية وبيفوز فرانسيسكو وبيبقى بنزين في المركز التاني. أما ماطم بتقول لهولي إنها هتقابله بعدين علشان العصابة عرفت مكانها. وبيروح بنزين لماطم وبيسأله هو ليه كان بيزعق وهو بيكلمه، وبيشرح له ماطم إن هو كان بيكلم صاحبته هولي اللي معجبة بيه وما كانش بيكلمه هو أساسا. وساعتها بنزين بيفهم إن ماطم بيتخيل، وبيقول له بنزين إنه خسر السباق بسببه، وبيزعق له وبيتعصب عليه وبيقول إن هو ما بقاش محتاج مساعدته وبيسيبه وبيمشي. فبيزعل ماطم وبيقرر يرجع للقرية، وبيتكلم المعلقين عن اللي حصل في السباق وبيقولوا إنه في 3 متسابقين الموتور بتاعهم ولع، وإن السبب في ده ممكن يكون الوقود الجديد. وبنروح لماطم اللي بيبقى حزين جدا وهو في المطار لأنه كان السبب في خسارة بنزين. وبيجي فان وهو متنكر في شكل عربية بوليس وبيطلب من ماطم يجي معاه ويغير شكله، وبيعرفه إن هو العمير فان من المخابرات البريطانية. وهما بيتكلموا بيشوفهم عربيات من العصابة وبيطردوهم، ففان بيسحب ماطم وبينط من الشباك وبيجري بسرعة عشان يهربوا من العصابة. وبيلف فان وبيخرج عربية صغيرة وبيخليها تقلب واحدة من العصابة، وبيضرب صاروخ وبيفجر الصاروخ اللي جاي عليهم، وبتيجي الطيارة اللي هيركبوها وبتبقى هولي موجودة فيها. وبيسحب فان ماطم وبيدخلوا الطيارة اللي بتقودهم وبتطير على آخر لحظة. وفي الوقت ده بيبقى بنزين بيقرأ الرسالة اللي ماطم سابها وهو بيعتذر ليه. كان بيعتذر عن اللي حصل وبيعرفه إنه رجع لنبع الرادياتير، فبيتضايق بنزين من نفسه علشان زعق لماطم. وفي الطيارة بتاخد هولي الجهاز اللي كان مزروع في ماطم، وبيشوفوا عليه صور العربية اللي مسؤولة عن حقول البترول، لكن الصورة ما بيبقاش باين فيها أي تفاصيل، ما بيعرفوش مين زعيم العصابة. فبيشرح لهم ماطم الصورة وبيقول إن دي أوحش عربية في العالم، وبيعرفها إن أكيد صاحب الموتور ده مبسوط جدا لأنه لسه مركب قطع غيار أصلية، فبيفرح. وبيقول لهم إن هو عارف الشخص اللي بيبيع قطع الغيار دي، وبيطلب من الطيار يوديهم لباريس. ولما بيوصلوا هناك بيروحوا يقابلوا العربية اللي بتبيع قطع الغيار الأصلية، وبتوريه هولي صورة الموتور إذا كان يعرف العربية صاحبة الموتور ده. فبيقول لهم إن هو لسه بايع
قطع الغيار اللي في الصورة لعربيات قديمة عندهم اجتماع في إيطاليا، فبيقرروا يروحوا إيطاليا لأن زعيم العصابة أكيد هيكون هناك، وكمان لأن ده مكان الجولة التانية من السباق. وفي القطر اللي هيوديهم لإيطاليا بيراجعوا كل صور العربيات القديمة اللي من ضمنهم بيكون فيها ونش شبه ماطم، وبتيجي فكرة لهولي وهي إنها تغير شكل ماطم زي الونش اللي في الصورة، وده علشان يقدر يحضر الاجتماع ويعرفوا خطة العصابة، وكمان يعرفوا الزعيم بتاعهم. بتركب له هولي الجهاز اللي بيغير شكله وبيخليه شكل الونش اللي في الصورة، وبيقول فان لماطم إن هو هيزوده بالأسلحة علشان يقدر يتصرف لو اتحط في أي مشكلة. وبنرجع لبنزين اللي بيوصل هو وأصدقائه لإيطاليا، وبيروحوا عند أهل المساعد بتاعه اللي بيفرحوا جدا لما يشوفوهم. وبيروح عم المساعد بتاع بنزين وبيسأله عن سبب حزنه، فبيحكي له بنزين عن اللي حصل مع أعز أصحابه ماطم، فبيرد عليه عمه وبيقول إن الخناق مش مشكلة لأن بيحصل مع كل العربيات، لكن الأهم إنهم يتصالحوا بسرعة لأن كل ما الوقت بيعدي بيبقى الموضوع أصعب، وبيعرفوا إن الصداقة أهم من الخناق والمشاكل، واللي عنده صديق أحسن من اللي عنده كنز. وبنروح للمعلقين اللي بيعرفونا على السباق والحلبة، وكمان بيتكلموا عن جيربوكس اللي بيأكد إن الوقود بتاعه الجديد آمن ومفهوش أي مشاكل. وبنشوف فرانسيسكو وهو بيستفز بنزين اللي بيبقى مفتقد صديقه ماطم جدا، وبيبدأ السباق وبتنطلق كل العربيات بأقصى سرعة. وبنرجع لهولي اللي بتروح للونش اللي من العصابة وبتطلب منه المساعدة لأن في عربية عطلانة في وسط الطريق، وبيتنكر ماطم في شكل الونش وبيروح يقف مع أفراد العصابة، وكمان بيسحب واحد منهم بالخطاف. وبيدخل العميل السري وبيجي البروفيسور وبيعرف العربيات إن الزعيم مش هيقدر يحضر الاجتماع، وبيكلمهم الزعيم من التلفزيون اللي ما بيبقاش باين منه غير حتة من الموتور، وبيقول لهم إن هو عنده عطل ومش هيقدر يجي، وبيعرفهم إن النهارده هينتقموا من كل العربيات اللي دايما بيتريقوا عليهم لأنهم عربيات قديمة، وكمان بطلوا يصنعوا قطع الغيار بتاعتهم. وبيوريهم صور المتسابقين وهم بينفجروا بسبب الوقود الجديد. وفي الوقت ده هولي بتعرف مكان الكاميرا اللي بتخرج الأشعة الكهرومغناطيسية اللي بتخلي العربيات تنفجر، وبيتحرك فان وبيجري بسرعة وبينط على أسطح البيوت علشان يروح يدمر الكاميرا، وبيقدر يوصل للمكان، وقبل ما يدمرها بيطلع إن دفخ وبيتسحب بالمغناطيس اللي بيثبته في مكانه. وبنرجع للاجتماع وبنسمع زعيم العصابة وهو بيقول إن كل العربيات هتكره وقودهم الجديد لأنه خطر وبينفجر بالمتسابقين، وده هيخليهم يرجعوا يستخدموا البنزين تاني، وبكده هم هيتحكموا في كل حاجة لأن أصحاب أكبر بنزين في العالم وبيستخدموا الكاميرا وبيخلوا معظم مواتير المتسابقين تنفجر وبيخبطوا في بعض وبيدمروا كل حاجة. أما بنزين فبيجري بسرعة وبيبعد عن فرانسيسكو وبيوصل لخط النهاية وبيقدر يكسب السباق، وبيتصدموا لما يعرفوا اللي حصل للمتسابقين وإن محدش وصل لخط النهاية غيرهم. وبنشوف جارو هو بيقول للصحفيين إن هو مش هيجبر المتسابقين يمونوا الوقود بتاعه في المرحلة الأخيرة. أما هولي اللي بتبقى كمان بتحاول تنقذ فان، لكن أفراد العصابة بيحاصروها وبيمسكوها هي كمان. وبنروح لماطم اللي بيبقى مع أفراد العصابة وبيشوفوا بنزين في التلفزيون وهو بيقول إن هيمون الوقود الجديد في المرحلة الأخيرة. وساعتها زعيم العصابة بيكلم البروفيسور بيقول له في التليفون إن بنزين لازم يموت، ولما ماطم بيسمع الكلام بيتخض وبيكسر الجهاز اللي بيغير شكله وبيرجعه لطبيعته. وقبل ما العربيات تهاجمه بيشغل الرشاش اللي فان كان مركبهوله وبيضربهم بالرصاص اللي بيدمر كل حاجة، وبيخرج من البلكونة وبيفتح منطاد اللي بياخده وينط، وبيستخدم ماطم الخطاف وبيمسك في مركب علشان يروح لبنزين ويحذره، لكنه بيقع من المنطاد وبيجي أفراد العصابة يمسكوه وبيحبسوه في المقطورة وبينيموه بالغاز. ولما يفوق ماطم بيلاقي نفسه مربوط بحبل، وبيجيله عربيتين من أفراد العصابة وبيقولوا له إن خلاص صديقه هينتهي أمره، ويشغلوا العصابة الكاميرا وبيجهزوها عشان يقتلوا بنزين. وبنروح لبنزين اللي بيبقى في لندن مكان الجولة الأخيرة، وبيقابل سالي وكل أهل القرية اللي بيبقوا جم علشان يدوروا على ماطم لأنه لسه مرجعش لنبع الرادياتير. وبيقرر بنزين إنه ينسحب من السباق ويروح يدور معاهم على صديقه، لكن سالي بتقنعه بالعكس وبتطلب منه يركز في السباق وهم أكيد هيوصلوا لمكان ماطم. وبيروح جاره البنزين وبيشكره لأنه هيمون من الوقود بتاعه وبيتمنى له يكسب السباق. وبتبدأ الملكة إيزابيل بتبدأ السباق وبينطلق كل المتسابقين بأقصى سرعة، وبيبقى بنزين في المقدمة ووراه فرانسيسكو في المركز الثاني، وبيظهر كل أفراد العصابة وبيشغلوا الكاميرا على أعلى مستوى من الإشعاع وبيوجهوها على بنزين، لكن ما بيحصلوش حاجة ولا بينفجر. وساعتها البروفيسور بيكلمهم وبيقول لهم يستخدموا الخطة البديلة، فبتسيب العربيات ماطم بتسيبه يمشي، وبيطلب فان من ماطم يروح يحذر بنزين من أفراد العصابة وإن هو وهولي هيقدروا ينقذوا نفسهم. وفعلا بيخرج ماطم وبيروح علشان يحذر بنزين، وبتقدر هولي تستخدم الأسلاك وبتعكس توصيلة الكهرباء وبتخلي الساعة تلف بالعكس، وبتحرك الترس وبتقطع الحبل اللي مربوط فيه فان،
وبتتحول هولي لطيارة علشان تلحق ماطم، لكنها بتتفاجئ هي وفان لما بيعرفوا إن العصابة هي اللي سابت ماطم يهرب، وده علشان زارعين جوه الموتور بتاعه قنبلة، وبمجرد ما هيوصل ماطم لبنزين هيخلوها تنفجر. بس فان بيكلمه وبيعرفوا إنه في قنبلة مزروعة جوه الموتور بتاعه، وبيطلب منه يخرج من الحلبة. لكن بنزين بيوصل لمركز الصيانة وبيفرح لما بيشوف ماطم وبيعتذر له عن اللي حصل، لكن ماطم بيرجع بظهره وبيطلب منه يبعد، فبيجري بنزين وراه علشان يتأسف له. وبمجرد ما بيقرب منه البروفيسور بيدوس على الزرار اللي المفروض يخلي القنبلة تنفجر، لكن القنبلة ما بتنفجرش، وده بيبقى عشان إنهم خارج منطقة التغطية. وبيقرب بنزين من ماطم وبيتعلق في الخطاف بتاعه، فبيشغل ماطم النفسات اللي بتخليه يجري بسرعة كبيرة وهو ساحب بنزين. بيخرجوا من الحلبة، وفي الوقت ده بيبقى فان بيطارد البروفيسور وبيمسكه بالخطاف، لكن بتيجي سفينة وبتسحب البروفيسور ومعاه فان بالمغناطيس، وساعتها فان بيخرج القنابل اللي بتلزق في المغناطيس وبتخلي السفينة تنفجر. وبتروح هولي لماطم وبتساعده وبتقلب العربيات اللي كانت عايزة تقتله، وبيقف ماطم وبنزين اللي بيتصدم لما يعرف إن في قنبلة مزروعة جوه الموتور بتاعه. وبيجي فان مع البروفيسور وبيطلب منه يعطل القنبلة، لكن البروفيسور بيقوله إنها بتقف ببصمة الصوت ومحدش يقدر يعطلها غير الزعيم. وبيبدأ العد التنازلي للقنبلة اللي هتنفجر بعد 4 دقايق. بيجي أفراد العصابة وبيحاصروا بنزين وكل اللي معاه، وقبل ما يقتلوهم بتيجي سالي وأهل القرية وبيهاجموهم، وبتستخدم هولي جناحاتها وبتخبط العربيات في بعض، وبيطير فان وبيربطهم بالخطافات، وبيظهر أهل قرية نبع رادياتير وبيهاجموا العصابة وبيقدروا يهزموهم. وبيحاول المساعد يخلع القنبلة لكنه ما بيقدرش لأنها مربوطة بصواميل قديمة جدا. وساعتها ماطم بيفهم كل حاجة وبيسحب بنزين وبيجري بيه وبيشغل النفسات بسرعة وبيجري بسرعة جامد، وكمان بيستخدم المنطاد اللي بيرفعه لفوق وبيطير في الهواء وبيروح للحلبة وبينزل لمكان الملكة إيزابيل والحراس بتاعها اللي بيحاصروه لما بيعرفوا إنه في قنبلة مزروعة فيه. لكن ماطم بيشرح لهم كل اللي حصل وبيقول لهم إن جير بوكس هو زعيم العصابة لأنه الوحيد اللي سرب الزيت لما كانوا في الحفلة، وده علشان هو ما غيرش الموتور بتاعه زي ما قال. وبيعرفهم إنهم لو فتحوا الكبوت بتاعه هيشوفوا نفس الموتور اللي موجود في الصورة. وبينكر جير بوكس الكلام ده وبيقول له إن هو اللي اخترع الوقود الجديد وأكيد مش هيدمر سمعته. فبيرد ماطم عليه وبيقول له لما كان في الاجتماع سمعه وهو مغير صوته، وبيقول إنهم اكتشفوا حقل بترول وكان كبير جدا، وعلشان كده اخترع الوقود الجديد وعمل السباق وكان السبب في انفجار المتسابقين، وده علشان العربيات تكره الوقود العضوي ويرجعوا للبنزين، وساعتها هما اللي هيحكموا العالم. وقبل ما القنبلة تنفجر بثانية واحدة بس جير بوكس بيتكلم وبيطلب من القنبلة تتعطل، وفعلا القنبلة بتوقف عد، وبيطلع إن كل كلام ماطم صح. وبتقبض الشرطة على جير بوكس لما بيشوفوا الموتور وبيعرفوا إن هو فعلا زعيم العصابة، وبتشكر الملكة إيزابيل ماطم وبتهنيه على شجاعته وبتكرمه. وبيرجع بنزين وكل أصدقائه لنبع رادياتير من تاني، وبيشرح فول تانك البنزين إنه ما انفجرش لما الشعاع جه عليه عشان هم غيروا الوقود الجديد بالوقود العضوي بتاعهم. وبعد كده بيعملوا سباق في نبع رادياتير ما بين بنزين وفرانسيسكو، وكل المتسابقين بيبقوا متحمسين. وبيجري بنزين بسرعة وبيبعد عن فرانسيسكو وبيفرمل كل المتسابقين على التراب زي ما الدوك كان بيعمل. وبيودع ماطم فان وهولي اللي بيدوله النفاسات هدية منهم وبيشكروه على كل حاجة عملها، وإنه فعلا كان السبب في إنقاذ كل العربيات. ودي نهاية الفيلم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وكل اللي جاي. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. سلام.